كان في يعني 4 جماعات مسلحه رئيسيه في سيناء. دلوقتي اختفت كلها وما فاضلش منها غير انصار بيت المقدس. مش عشان التانيين اختفوا، في مجلس شورى المجاهدين اكناف بيت المقدس انسحب لغزه وما بقاش يشتبك مع القوات المصريه، وكان ليه مشاركه بسيطه محدوده يعني في الحرب الاخيره. وده الكلام ده بدا من اغسطس 2013. وكان في كان في بيانات بتصدر باسم السلفيه الجهاديه، ودي مظله كانت بتضم دي كانت بتضم اكناف بيت المقدس وانصار بيت المقدس وبعض الاطراف الثانيه. فالسلفيه الجهاديه برضو اختفى صوتها وما بقاش موجود دلوقتي غير انصار بيت المقدس. وكان في يعني تنظيم برضه هو اغلبه قد يعني مقسوم بين الناحيتين بين غزه وسيناء، اسمه جيش الاسلام، وده اللي دمر او ده اللي فجر المكتب المخابرات الحربيه في رفح في 11 سبتمبر 2013. وده عمل العمليه دي واختفى، يعني ما ظهرش بعد كده. ظهر بعد كده جماعه اسمها كتائب الفرقان، دي اللي استهدفت المجرى الملاحي مرتين بار بي جيات، وكان بتصدر البيانات باسم كتيبه خالد بن الوليد. اختفت كتائب الفرقان، وبعد كده لما حصل عمليه المنصوره تفجير تمام، واعلنت انصار بيت المقدس لاحقا ذكرت اسم كتيبه خالد بن الوليد. فغالبا كتائب الفرقان اندمجت مع انصار بيت المقدس غالبا يعني، او رجح ده. في مصر في المشهد المصري تمام انصار بيت المقدس متمدده باقيه وتتمدد تمام. وفي اجناد مصر ده تنظيم اضعف بكتير، خبراته محدوده، موجود في القاهره الكبرى بس، اهدافه هي الشرطه، وده احرص شويه على عدم استهداف مدنيين يعني تمام، حتى الظاهر منه. بمناسبه بقيه وتتمدد، ايه علاقه انصار بيت المقدس بالدواعش؟ انصار بيت المقدس نشأتها نشأة قاعديه تمام، واضحه وصريحه، لحد ما بدأت في سوريا تحصل المشاكل بين جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية. فهي توقفت لأن داخل أنصار بيت المقدس في جناحين، جناح لا زال مؤيد للقاعدة وجناح ميال أكتر لداعش. فهم توقفوا، هم أقرب حاجة لأنصار بيت المقدس هي قاعدة اليمن. فاللي يتابع قاعدة اليمن وخطابهم ويعني وافكارهم الايديولوجيه وكده هم اقرب، وحتى يعني استشهدوا بكلمه لابراهيم الربيش اللي هو مفتي قاعده اليمن في اصدار يعني قريب، وان كان الاصدار الاخير استشهدوا بيه كلمه لحد من داعش، بس ده مش مؤشر على وجود تنسيق ولا تعاون بينهم، وانما قد يكون تضامن او تعاطف عشان حرب التحالف الدولي على داعش دلوقتي يعني. بس فكره ان ايه، ان هو انتوا مش لوحديكوا يعني واحنا معاكوا كده. لكن طبعا كل الحاجات دي بتبقى مؤشرات على البوصله الايديولوجيه، ما لهاش معنى تنظيمي. الاكيد ان كل الجماعات اللي مش متحاربه مع بعضها تمام على صله ببعض، بل حتى يعني جبهه النصره وداعش تمام ما في قناه اتصال بينهم. فما فيش حاجه اسمها جماعه جهاديه هنا مش متصله بجماعه جهاديه مش عارف ايه، لا في قنوات اتصال، وطبعا يعني وطفره التكنولوجيا سهلت ده كتير. ففي اتصال طبعا بين انصار بيت المقدس وبين الجماعات الاقليميه كلها، لكن ترجمه ده لوحده ايديولوجيه لوحده تنظيميه او بيعه او كده، ده ما عليهوش اي دليل. اتفضل. حضرتك عايز تقول مثلا